قرن السلام أم قرن التصدع التركي؟ أوغلان بين خرائط المعابر وسقوط الجمهورية، بقلم صلاح الدين الكردي نوبار. بيان هيئة إمرالي الأخير ليس ورقة سياسية عابرة، بل إعلان غير مباشر عن دخول تركيا منعطفها الحاسم في نهاية عمر جمهوريتها الأولى. فعبد الله أوشلان لم يتحدث عن قانون سلام كخطوة رمزية، بل أراد تعرية الدولة أمام مرآتها الأخلاقية ودفعها إلى مواجهة أسئلتها الوجودية التي حاولت مؤسساتها العميقة الهروب منها طوال قرن. كل جملة في البيان محملة بوعي دقيق بالتحولات الدولية وبالصراع على الممرات البرية والبحرية وبالشقوق التي تتسع داخل بنية الدولة التركية. أوشلان يدرك أن تركيا لم تعد مركز القرار، بل أصبحت ممرا هشا بين مشاريع تتجاوزها: ممر الهند، حيفا، الممر الخليجي الإسرائيلي عبر السعودية والأردن، معبر داوود الممتد من المتوسط إلى شرق الفرات، ثم كردستان العراق، معبر زنغزور الذي يعيد تشكيل خرائط القوقاز، وخطوط تربط أوروبا بالشرق دون الحاجة إلى تركيا. هذه الطبقات المتراكبة تصنع شرقا جديدا لا مكان فيه لدولة تصر على البقاء معلقة في الماضي. هنا تتجلى قوة أوكلان، فهو يرى المشهد الدولي بوضوح كامل ويقرأ ضعف تركيا من الداخل: اقتصاد منهك، مؤسسات متصدعة، صراع محاور يضغط على أنقرة، دولة عميقة تتحرك بغرائزها القديمة، وأحزاب قومية لا تعيش إلا على خطاب الكراهية والإنكار. وباللغة الهادئة نفسها يوجه التحذير الأوضح: إذا لم تتحول تركيا إلى دولة قانون ديمقراطي فإنها ستتفكك تحت ضغط الجغرافيا الجديدة كما تفككت الإمبراطورية العثمانية قبلها. قانون السلام كاختبار وجودي للدولة التركية. عندما يتحدث أوكلان عن قانون سلام أصيل وشامل، فهو لا يقترح تسوية بين طرفين، بل يجر تركيا نحو إعادة تعريف ذاتها. هذا القانون ليس هدنة، بل وثيقة ولادة جديدة، فإذا قبلت به الدولة فستجد نفسها مضطرة للاعتراف بالأكراد شركاء في التأسيس. أما إذا رفضته أو حاولت الالتفاف عليه فهي تكشف أن الإنكار جزء جوهري من بنيتها، وأنها غير قادرة على العيش خارج منطق الانقلاب والقوة. تركيا طوال قرن لم تستطع التخلص من ميكانيكا الانقلاب التي تسكن مؤسساتها. كل عملية سلام تم إفشالها من الداخل لا بفعل طرف خارجي. أوكلان يعرف هذه الحقيقة جيدا، ولذلك يسمي الأشياء بلا مواربة. المشكلة ليست في الحكومات، بل في العقل الذي صيغت به الجمهورية: العسكر، القضاء المسيس، الأحزاب القومية، شبكات الظل، كلها تتحرك بمنطق واحد: حماية الجمهورية كما صممت في عام 1923 حتى لو انهارت فوق الجميع. من هنا يتحول قانون السلام إلى اختبار وجودي. نجاحه يعني بداية قرن جديد، وفشله يعني بداية تفكك الدولة نفسها. وهذا ما يفسر نبرة البيان: نبرة رجل لا يفاوض على تفاصيل، بل يكتب ما يشبه الوثيقة الأخيرة قبل سقوط السقف. الجغرافيا الكردية في قلب الصراع الدولي: روج آفا، شرق الفرات، باشور وروج هيلات ليست جزرا منفصلة، بل جسد واحد تمر فوقه شبكة المشاريع الدولية. كل ممر اقتصادي أو عسكري يمر من هذه الجغرافيات، لا من أنقرة. القوى الكبرى أمريكا، أوروبا، إسرائيل، الخليج، روسيا، إيران تتعامل مع الجغرافيا الكردية كحقيقة ثابتة، بينما تنظر إلى تركيا ككيان يدخل مرحلة التصدع. أوجلان حين يطرح حلا قانونيا للكرد داخل تركيا يوجه رسالة واضحة للجغرافيا الكردية كلها: إن زمن إعادة تعريف الشرق قد بدأ، ولا يمكن لأي جزء من الأمة الكردية البقاء خارج هذا المسار. لكن إذا فشلت تركيا في تبني الحل السياسي، فإن روج آفا ستتحول إلى نقطة تتجمع فيها كل التناقضات: توسع تركي إيراني متصارع، ضغط غربي لفتح الممرات، محاولات دمشق لاستعادة السيطرة، وصراع داخلي كردي على مواقع الشرعية والنفوذ. شرق الفرات هو اليوم محور المعابر الكبرى، من يسيطر عليه يمتلك مفتاح التوازن الإقليمي. لذلك فإن أي تسوية مع الكرد في تركيا ستنعكس مباشرة على شكل الإدارة في شمال سوريا، وعلى علاقة قسد بدمشق، وعلى طبيعة الدولة السورية المقبلة. أما باشور فهي الحلقة الأكثر حساسية لوجودها في قلب مشاريع تربط المتوسط بالخليج. التركي والإيراني يتنافسان عليها، والغرب يرى فيها الجسر الطبيعي نحو الشرق الجديد. نجاح المسار السياسي سيمنحها دورا شريكا في هندسة الإقليم، بينما الفشل سيدفعها إلى صراع طويل بين مشروعين هدفهما تطويق الكرد لا تمكينهم.
فك شيفرة التصريح مناورة واعية بلا ثقة لغة أوكلان في البيان رزينة، لكنها تحمل رسالة مزدوجة. هو يمد يده لتركيا، لكنه لا يثق بقدرتها على الإمساك بها. يتحدث عن انضمام الأكراد إلى الجمهورية عبر القانون، وهو يدرك أن الجمهورية نفسها بنيت على القوة العسكرية وعلى منظومة إنكار لا تزال تتحكم بالقرار. هو لا يقدم مصالحة، بل يضع الدولة أمام امتحان: إما قانون يبني قرنا جديدا، أو سقوط نظام يعيش على ذاكرة لوزان ولا يرى الخرائط تتغير حوله. أوتشلان لم يعد يتحدث كزعيم تنظيم، بل كرجل يقرأ اللحظة التاريخية من فوق عمر الجمهورية نفسها. يرى تركيا دولة فقدت قدرتها على إنتاج مشروع ذاتي، وأن بقاءها مرهون باعترافها بالشعب الذي أنكرت وجوده، لكنه يعرف أيضا أن هذا الاعتراف يتعارض مع عمق البنية الذهنية التي قامت عليها الجمهورية. لماذا أرى أن العملية صعبة وربما مستحيلة؟ ذهنية الإنكار لا تزال الهيكل الأساسي للجمهورية. الأحزاب القومية تحتاج العدو الكردي لتعيش. الدولة العميقة لا تنجو إلا في مناخ العنف. والنظام السياسي كما تشكل قبل قرن لم يبنى ليستوعب شعبين ولا لغتين ولا روايتين. قبل 100 عام خدع الكرد بوعود الشراكة، ثم أحرقت قراهم وسحقت ثوراتهم. اليوم تعيد الدولة السيناريو نفسه: خطاب سلام، رموز مصالحة، ثم عودة إلى الإنكار والقمع. إلا أن الفرق الجوهري هو أن تركيا لم تعد تملك القوة ولا الموقع الجغرافي الذي سمح لها بتكرار التجربة سابقا. الممرات تجاوزتها، الجغرافيا تحاصرها، والشرق يعاد تشكيله دون استشارتها. لذلك فشل عملية السلام اليوم لن يعيد تركيا إلى ما قبل عام 2013، بل سيدفعها نحو التصدع البنيوي: انهيار اقتصادي أعمق، تفكك اجتماعي، انحسار نفوذ خارجي، وبوادر صراعات داخلية مرشحة للاتساع. قوة أوتشلان في لحظة ضعف تركيا في هذا المنعطف. يبدو أوتشلان أقوى سياسيا من كل النخب التركية. هو الوحيد القادر على تقديم صيغة تحول حقيقية، وهو الوحيد الذي يدرك أن الجمهورية القديمة انتهى عمرها. لا يفاوض على حقوق فحسب، بل يكتب الأسس الأولى للجمهورية المقبلة. جمهورية تبنى على القانون لا على الانقلاب، على الاعتراف لا على الإنكار، وعلى الشراكة لا على الإقصاء. تركيا اليوم أمام خيارين: أن تدخل قرن السلام الذي يطرحه أوتشلان، أو أن تدخل قرن التفكك الذي تصنعه الجغرافيا. وفي كلا الحالتين سيكون الكرد في مركز الحدث لا على هامشه. بقلم صلاح الدين الكردي، نوبر.